السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بينا نخش في موضوع الفيديو على طول، وهو الزمالك وهزيمته قدام فاركو بثلاثية مقابل لا شيء. نادي الزمالك اتغلب في الدوري المصري من نادي فاركو بثلاث أهداف مقابل لا شيء. معلش، هو مش في الدوري المصري، هو في كأس العالم للأدوية، في نصف نهائي كأس العالم للأدوية. فاركو سيتي يهزم الزمالك يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. يا جدع، يا جدع، يا زمالك، يعني ده أنا سايب لك مصر كلها يا عم، وسايب لك الدوري كله، سافرت المغرب وبلعب في كأس العالم للأندية، وهلعب في نص النهائي مع ريال مدريد، ومركز في مباراتي مع ريال مدريد، وانت مصمم تبعت لي الضحك خام لحد عندي. يا اخي، يا اخي، مفيش خالص كده. انا بس اللي اغلبك تلات، انا بس، اهلي مصر اللي اغلبك تلاتة بس. سايب نفسك كده لكل الفرق اللي عايز يغلب بالتلاتة يغلب. ليه يا عم؟ هو الدوري مفيش كبير خالص يا اسطى؟ هو الدوري مليش كبير خالص كده؟ الكبير غاب كله ونازل تلطيش في الزمالك. تلاتة. زمالك يا ابو تلاتة، يا ابو تلاتة. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي على الضحك الخام اللي بيقدموه لنا الزمالك واحنا في كأس العالم للأندية. لا 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 لا. انا اقول انام ساعتين كده عشان اقوم اروح الشغل بالليل، اصحى الاقي ان المباراة انتهت، اتفرج على الملخص بتاع المباراة، الاقيك مغلوب 3-0. جون في الدقيقة 5 شكري نجيب، غلطة دفاعية. هتقول لي يا عم انت بتتكلم وطالع تتكلم في فيديو على اليوتيوب ليه؟ انت بتقول لي انت ما اتفرجتش على الماتش، قلت لك انا اتفرجت على ملخص المباراة اكتر من نص ساعة، يعني كل الهجمات وكل الخطورة بتاع الفرقتين وشفت كل حاجة. الزمالك ما قدمش حاجة النهاردة، الزمالك ما قدمش حاجة للجمهور، الزمالك قدم لنا كلنا كمصر ضحك خاء، ضحك كما يجب ان يكون، وقدم لجمهوره حزن كالعادة، حزن وحسرة وكسرة زي كل مرة. قعدوا يقولوا لك بعد ماتش فيوتشر هو ده العودة إلى الطريق الصحيح، والدوري لسه في الملعب، لما غلب فيوتشر 2-1 وكانت كلها أخطاء دفاعية. الهدفين اللي جابهم الزمالك قدام فيوتشر في المباراة الماضية أخطاء دفاعية. الزمالك لسه عنده زي ما هو 29 نقطة، المقاولين اللي تحتيه في المركز الخامس عنده 28 نقطة ولاعب 16 مباراة، لسه ليه ماتش. يعني لو الماتش اللي جاي للمقاولين المقاولين كسب، الزمالك هينزل خامس تاني، وهيبقى المقاولين فرق عنه بنقطتين، لأن المقاولين عنده 28 نقطة، لو كسب هيبقى 31 وأنت عندك 29، هيبقى فرق عنك نقطتين. وفيوتشر لسه ملعبش ولا بيراميدز، والاتنين في المركز التاني والتالت برصيد 31 نقطة. يا أخي، يا أخي، سبت لك مصر ورحت المغرب برضه زي ما انت، مفيش جديد حصل. اللهم لك الحمد. الخير لما بيجي مرة واحدة. إصابات ريال مدريد زي الفل، مش ناقص بس غير هما الاتنين اللي صعبين قوي وأصعب اتنين
في ريال مدريد لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور هم دول اللي بصراحة يعني ها اللي فاضلين. لو يعملوا جميلة، لو يعملوا جميلة بقى، لوكا مودريتش كده يريح قبل المباراة. فينيسيوس مثلا وهو في الإحماء قبل المباراة يجيله شد بس في العضلة الأمامية ولا شد في العضلة الخلفية، 100 فل و10. انتوا مش محتاجين حاجة، انتوا بتلعبوا في ريال مدريد يا جدعان والدنيا زي الفل معاه. يعني ما جاتش على الماتش ده. اخواتكم الستة اللي احنا اتكلمنا عليهم واخرهم تيبو كورتوا اللي بنسبة 80% خلاص مش هيلحق يشارك قدام النادي الاهلي في المباراة يوم الاربعاء القادم في نصف نهائي كأس العالم للأندية. بس خلينا في موضوعنا الزمالك. 3 جون شكري نجيب في الدقيقة 6، وجون للغزال، الغزال عمرو جمال في الدقيقة 28، وسيف تيري هنري على رأي المعلق بلال أحمد علاء في الدقيقة 93. ده 93 وبلس 90 ده بتاعنا يا سيف يا تيري. بس يلا مش خسارة فيه، مادام خليت الزمالك يقدم لنا ضحك كروي النهارده كده ويتعطل، يبقى مش خسارة فيك يا عم البلس 90 و ذا ماستر اوف سسبنس. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي على الضحك. يلا اهو ذنوبه بتخلص في الدوري عشان بعد كده ما نقعدش نجعجع ونتكلم ونزيط. الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه هيلاعب نادي ريال مدريد الاسباني بطل القرن الاوروبي مع بطل القرن الافريقي، مباراه تاريخيه. والنادي الزمالك يسقط امام فاركو في الدوري المصري بثلاثيه مقابل لا شيء. ولحد هنا يكون انتهى الفيديو، واحب اشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.